صلوا على سيدنا الحبيب قلوبنا وقلوبكم تطيب. النبي الزكي التقي العربي المكرم يوم القيامة. يا بخت من صلى عليه ولا زاره وشافه. واحد راح عند سيدنا الحبيب وكان حلمه يموت جنبه، وقف قدامه وقال انا معرفش عمري قد ايه، بس مش هسيبك يا سيدنا الحبيب غير وانا ميت. جهم حراس المسجد النبوي، وطبعا ميعاد الزيارة خلص وميعاد الصلوات خلص ولازم يفضوا المكان. دخلوا يخرجوا الراجل ده انه متمسك ان هو يقعد، فحاولوا يخرجوه بالقوة لان خلاص ميعاد الزيارات خلصت وميعاد الصلوات خلصت، زيارات مقام سيدنا الحبيب. والراجل مصمم والناس والحراس يشدوه عايزين يخرجوه بالعافية. فبكى الراجل ورد وقال كده يا سيدنا الحبيب تطرد حبيبك اللي نفسه ما يسيبك؟ رد على طول ربنا عليه بان اخذ روحه وحقق له الامنية ان يموت جنب سيدنا الحبيب وما يفرقوش. ودي نعمة بينعمها الله علينا من مصداقية القلب. فيا بخت من صلى عليه ونال صلاة ربنا بالرد. صلوا عليه قلوبنا وقلوبكم تطيب. فرحة كبيرة في عيلة حوارات. تسريبات عن حقيقة حفلة الخطوبة وكان ميعادها امتى وايه اللي حصل. هنقول لكم كل التفاصيل في الفيديو ده، وكمان ميعاد فرحة البطل محمد حوارات. اخبار كتيرة تداولتها بعض القنوات في الايام القليلة الماضية. بس قبل ما نخش في التفاصيل وهنسى اقول لكم بقى، دعم اخوكم بالاشتراك. اللي لسه ما نورناش بالاشتراك ينورنا بالاشتراك، واللي لسه ما حطش اللايك لا لا لا, لا انت كده اتاخرت قوي، عدى وقت كبير من الفيديو. حط اللايك ايديك مش هتوجعك. والمفاجاه الجميله ان اللايك دلوقتي بقيت تتك عليه يبعت لك بوسه من القلب. وبيزغرط جربوا تكوا اللايك، وما تنسوش دعمنا بالاشتراكات وتفعيل الجرس عشان الفيديوهات تنزل لكم اول باول. اول ما تنزل توصل لكم ان شاء الله على خير. تعالوا نخش في تفاصيل الفيديو، واللي هو كان ال الاحداث المثارة جدلا على ساحة السوشيال ميديا والترند اللي بعد غياب من عيلة حوارات، وخدوا الترند بحفلة السبوع وتجهيزاتها وحفلة عيد الميلاد، واللي نزلت علينا الفيديوهات بتاع التجهيزات والهدايا والحفلة نفسها وتجهيزات الحفلة على كل القنوات. طبعا لمة العيلة تحلى بيكم يا احلى متابعين في الدنيا. انتم اللي بتحلوا كل شيء، وانتم الشيء الجميل في حياة اي يوتيوبر ايا كان صغير او كبير. احساسه بالاخوة، الناس اللي مسانداه والناس اللي دايما في ظهره، هو ده الاحساس الجميل واللي بيدينا دايما دافع ان احنا نكمل ونكون معاكم اول باول ونقول لكم اول الاخبار فور حدوثها. وكمان في بعض الناس بتستعجل في الرد، يشوف العنوان او يشوف الصورة المصغرة يخش يكتب الكومنت. اسمع الفيديو وما تنساش تصلي على سيدنا الحبيب وخليكم معانا للاخر. بداية الامر ان اما حسن قلع الدبلة كلنا فهمنا منها ان خلاص الخطوبة اتفركشت. رجع حسن لبس الدبلة، وكان دايما في الفيديوهات الاخيرة بيحاول يظهر الدبلة قدام المتابعين، ان هو يرفع ايديه ويشوح بايديه ويظهر كل الكلام ده. طبعا كله فهم ان في خطوبة جديدة. البنت حيرت الناس مين العروسة الجديدة. في بعض القنوات اللي اشادوا بمعرفتهم الاكيدة بمين البنوتة. ربنا يسعدها ويفرحهم يا رب العالمين. كمان محمد حوارات اثار الجدل اكتر واكتر بتأكيده على ايام الخطوبة خلاص بقت جاهزة، الكتب الكتاب قريبا جدا. طب امتى ميعاد الخطوبة؟ هنقول لكم كل حاجة في الفيديو ده، ايه اللي حصل واحدة واحدة. هنفرز لكم هنجمع لكم كل الكلام من كل فيديوهاتهم وهنقولها لكم في ملخص سريع كده. محمد حوارات ولا نبدأ بحسن حوارات؟ هما الاتنين محيريننا وهما الاتنين اثاروا جدل، بس خلينا في حسن الاول لان حسن هو اللي كان مثار الجدل اخيرا. محمد في بعض القنوات هترد تقول لي، في بعض المتابعين واخواتنا هيردوا يقولوا لي محمد يا عم بقاله كتير عمال مغلبنا الموضوع مرفت ومش عارفين الموضوع حقيقة ولا بجد، جد ولا هزار. هنقول لكم كل حاجة في الفيديو ده. نبدأ بحسن حوارات، واللي هو بعد ما لبس الدبلة وكمان في الحفلة كان في حد موجود معاهم. طبعا انا لما نزلت فيديو كنت بشير
بالسهم لبنت كانت واقفه، ودي كانت طبعا بنت ام اسامه، بس مش كانش ده المقصد. كان المقصد لان البنت ما كانتش ظاهره في الصوره المصغره، والناس فهمت الموضوع غلط لان ما سمعوش الفيديو. كان البنت موجوده معاهم في الحفله ولكن لم تظهر، وكمان ميرفت كانت موجوده ولكن لم تظهر. ميرفت تاكيد وجودها كان عن مكان حسن بيقول لها على محمد وهو بيرتب اوضته مش مترتبه، وكان بيقول لها ما يا خلصوا يا ميرفت بقى واتجوزوا عشان ترتب اوضته ونخلص منه. والبنوته في بعض الكلمات اللي كانت بتتنطق في الفيديو وكان بتدل على وجودها. في بعض الناس اكدوا على انهم عرفوا مين البنوته وعرفوا اسمها، بس برضو قرروا ان هم ما يعلنوش حاجه غير اما حسن يعلن بنفسه. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا في الفيديو اللي كان بيسأل فيه يحيى، والفيديو ده عايز له فيديو لوحده، لان يحيى على قد ما هو ما بيعرفش يمثل الرياكشنات، بالرغم من كده ان هو عليه فيديوهات نوعا ما جميلة جدا، وهي الفيديوهات اللي بيسأل فيها العيلة ماذا لو كنت ماذا لو كنت حصل معاك موقف ما، ايه رأيك لو حصل كذا هيحصل، انت رد فعلك ايه، تتمنى ايه لو في حالة ايه. بس مش عايزين نخرج بره نطاق الفيديو بتاع النهارده، وخلي ده يوم لوحده وفيديو لوحده. حسن وهو بيتسأل ايه اللي انت حققته السنه دي وايه اللي تتمنى تحققه السنه الجايه. حسن لابس الدبله في اليمين وهو ده دليل على الخطوبه. كمان عفوا جه ما بيقول له انت حققت ايه وفرحان بيه في السنه اللي فاتت، شاور حسن على الدبله اللي في ايده اليمين وان هو اشترى عربيته الجديده الكابورليه. قال له طب، يحيى بيساله تاني وبيقول له طب انت تتمنى تحقق ايه في السنه الجديده 23؟ رد حسن تلقائي وبفرحه قال له انت عايز تكشف كل حاجه، انت عايزني اقول واعترف، انا مش عايز اغلط نفس الغلطه اللي غلطتها قبل كده. داري على شمعتك تقيد، داري على فرختك تبيض. وقلع الدبله من ايده اليمين وحطها في ايده الشمال. وطبعا خدوا الموضوع بموضوع تهريج. حسن قال له كده اظن انت فهمت الرد، مش لازم انا اقول كتير عشان ما نحرقش كلام كتير. يحيى ضحك وقلبوا الموضوع بهزار وقال له فهمت، انت قصدك تغير الخاتم، انت تجدد الخاتم. وكان الضحك وهستيري منهم الاتنين وفرحه، ربنا يفرحهم دايما يا رب العالمين. وده دليل ان حسن تقريبا بنسبة كبيرة جدا ان الخطوبة تمت، ويمكن ده سبب انشغالهم في الايام اللي فاتت. بس العيلة اتعلمت من اخطاء كتير جدا، ان هم مش كل حاجة يعلنوها ومش كل حاجة يقولوا عليها، بقوا يحاولوا يداروا على نفسهم على قد ما يقدروا، وفي نفس الوقت مش عايزين يبعدوا عن متابعينهم، فبيعرضوا لهم محتوى جميل ولذيذ، محتوى عائلي زي ما المتابعين اتعودوا منهم. لكن الواضح ان الخطوبة تمت بالفعل، وده كان سبب لبس حسن الدبلة. وكلام مقنع برضه، هيلبس دبلة ليه والخطوبة لسه ما تمتش؟ لو الخطوبة لسه ما تمتش كان هيأجل موضوع الدبلة وما يلبسهاش. لبس الدبلة بيأكد ان خلاص الفرح الخطوبة تمت، سيام بقى كانت معلنة او كانت على قد مجرد لمة الأسرة، بس ده بيأكد على ان الخطوبة تمت. وكان بيأكد حسن الكلام ان هو بيتمنى في 23 ان الدبلة تتقلع من اليمين من الخطوبة تبقى في الشمال، يعني زواج. وده حقيقة موضوع حسن، حواراته وخطوبته من وجهة نظري من الاحداث اللي هم عاملينها من ردود افعالهم. اما محمد حوارات واللي دايما عمال بيأكد في خلال الفيديوهات الاخيرة ان كتب الكتاب والفرح خلاص على الابواب. هل يا ترى الناس اللي بتشكك في الموضوع هيكون صدمتهم في رأيهم ان محمد يعمل فعلا الخطوب، يعمل كتب الكتاب فعلا حقيقي خلال الايام اللي جاية بعد ما يكون النفوس والامور هديت من ناحية موت والدة خطيبته؟ هتكون فرحة كبيرة طبعا جدا ويخلص جميع الألسنة، ولا هيكون زي ما هم بيقولوا ان الموضوع رياكشنات وجذب مشاهدات ورياكشن بس إثارة، وهيجي في وقت من الأوقات هيقول لا ده احنا انفصلنا وهيكون في عروسة جديدة؟ كل ده مش عايزين نتسرع ونحكم على الأمور غير لما يكون في ردود أفعال من الشخص نفسه. بنجمع لكم الكلام اللي بيقولوه في كل فيديو والتلميحات اللي بيقولوها ونعرضها لكم أول بأول. انتظروا كل جديد
معانا ان شاء الله هنفرز لكم كل الامور. بنحاول على قد ما نقدر نجيب لكم الاخبار من قلب اليوتيوبر نفسه. بنعتذر لو كان قبل كده في اخطاء في عرض الاخبار، بيبقى سبب لجلجة وسبب ربكة، ممكن تكون لها سبب معين يعني. بعتذر لكم لو اي شيء صدر معلومات خاطئة قبل كده، واوعدكم ان اللي جاي ان شاء الله تكون معلومات اكيدة، ومش هنعرض غير من المحتوى نفسه من عرض الاخبار والاسرار. بحبكم في الله. صلوا على سيدنا الحبيب، وما تنسوش دعمنا باللايكات والاشتراكات، وكمان تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم، وانتظروا الاحداث اللي جايه ان شاء الله تعجبكم وتكون مفرحه على قلوبكم وحياتكم.